آله وصحبه أجمعين. مولاي صاحب الجلالة أمير المؤمنين سبط الرسول الأمين وحامي حمى الوطن والدين، دام لكم النصر والتمكين. بمناسبة اختتام أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش أسفي لشهر يوليو 2016، يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس جهة مراكش أسفي أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المجلس وساكنة الجهة أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله خالص عبارات الولاء المكين لشخصكم الكريم وصادق آيات التعلق المتين بأهداف العرش العلوي المجيد. إننا يا مولاي نعقد هذه الدورة وشعبكم الوفي مقبل على الاحتفال أواخر هذا الشهر بعيد العرش المجيد، تخليدا للذكرى 17 لتربع جلالتكم على عرش أسلافكم المنعمين، وهي فرصة يا مولاي لنجدد لكم آيات الولاء والإخلاص، راجين من الله أن يحفظ الأسرة العلوية الشريفة بما حفظ به الذكر الحكيم. إن مجلس جهة مراكش أسفي وهو يختتم أشغال هذه الدورة يستحضر مجهوداتكم الكبرى الرامية إلى تشجيع الاستثمار وإيجاد شروط نمو اقتصادي مستدام من خلال وضع مخطط يروم خلق مناخ اقتصادي ملائم لاستثمار منتج للثروات ومنعش لسوق الشغل، والذي أشرفتم على إعطاء انطلاقته مؤخرا بمدينة الدار البيضاء. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وسدد خطاكم وجعل التوفيق والنجاح حليفكم في كل خطوة تخطونها، وحفظكم الله بالسبع المتاني قرير العين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وشدد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرتكم الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. حرر بمراكش في 6 شوال 1437 الموافق ل 11 يوليو 2016 خديم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس جهة مراكش أسفي أحمد